لم تقع في العالم أن أطباء دي باك بلس 7 ولا باك بلس 10 يعني يديروا طوابير لشراء المخدر للأسنان، لأن الحكومة قامت بقطع العلاقات مع إسبانيا بسبب الصحراء الغربية. مشكلة الصحراء الغربية انتهت. كل البلدان العالمية سحبت، أغلبية الساحقة سحبت اعترافها بالبوليزاريو. أصبح البوليزاريو يشكل خطر على الاقتصاد الوطني، خطر على الدولة الجزائرية، وخطر على العلاقات الدبلوماسية. ولكي تقوم الدولة الجزائرية بالتغطية على الانهيار الاقتصادي يقومون بخلق أعداء وهمية. المغرب عدو، فرنسا عدو، إسبانيا عدو، النيجر عدو، المالي عدو. منذ وصول تبون وشنقريحة إلى الحكم منذ 2019 تقهقرت قيمة الدولة الجزائرية في كل تصنيفات العالمية. أصبحنا مصنفين 160 عالميا في الحريات الاقتصادية. أصبحنا نتصدر المرتبة 123 عالميا في الإبداع الاقتصادي، بينما المغرب في المرتبة 67. في المرتبة 67 تم تسجيل الجزائر في القائمة الرمادية في تبييض وتهريب الأموال. 99% من الأموال المهربة من الجزائر تروح لفرنسا، ألمانيا، إيطاليا ودبي وإكسترا. أصبحنا دولة فقيرة. أين الجزائري لا يحلم بسيارة بل يحلم بعجلة لسيارة؟ أين المواطن الجزائري أصبح معروف بالطابور الثاني؟